قصتنا ديال اليوم غادي نهضروا على واحد الانسان اللي نشر واحد المحتوى كيخلع ديال بصح. وبما اننا ذكرنا واحد المحتوى ديال الرعب وديال الخليه، فبزاف منكم غادي يفكروا ان هذا الانسان نشر هذا المحتوى في واحد من مواقع الديب ويب، ولكن هو ما نشرش هذا الشيء هذا في الديب ويب. فهذا المحتوى كان نشرو هذا الانسان في واحد من مواقع الانترنت اللي كنستعملوه في الحياه اليوميه ديالنا، وشد اهتمام ديال بزاف ديال الناس وواحد الشهره كبيره في العالم كامل بواحد الطريقه مخيفه. فشنا هو هذا الموقع اللي غادي نهضروا عليه في القصه ديال اليوم، وشنو اللي خلاه ينتشر بهذه السرعه، وشكون هو هذا الانسان المختل اللي دار هذه البلباله هذه كامله. وقبل ما نبداو في القصه ديالنا ديال اليوم كنطلب منكم انكم تابوناو في لاشين، كنحاولوا نوصلوا ل 1000 ابوني في اقرب وقت ممكن، وبطبيعه الحال فضلا وليس امرا. المحتوى اللي كندير قصص ومواضيع مثيره للاهتمام وغرائب كتوقع في العالم. الا كان كيعجبك هذا النوع من المحتوى مرحبا بك معنا. في الفترة ما بين سنة 2010 وسنة 2015، في هاد السنوات بان واحد الموقع كان الاسم ديالو مدمن الموت. وهذا الموقع كان منتشر في الانترنت العادي، يعني كتدخل البراوزر ديالك كتكتب الاسم ديال الموقع وكيطلع لك بشكل عادي في حال جميع المواقع اللي كاينه في الانترنت. ما تحتاج لا تدخل لا للدارك ويب لا الديب ويب لا حتى شي حاجه من هادشي. ومن الاسم ديال الموقع اللي كيجر الانتباه ديال بزاف ديال الناس، وهذا الموقع ما كيدخلوا ليه غير الناس اللي الحاله النفسيه ديالهم ما مستقرة، حيث انه فيه فيديوهات ديال الموت وكاينين فيه صور ديال الناس مقتولين، فيديوهات ديال حيوانات مقتولة، وكاينين فيه حوادث اللي خايبة بزاف، الناس مقتولين، الناس مقطعين، هل اللي مشوي هل اللي مقرد، كل واحد وكيفاش داير. حتى دابا كلشي مزيان ياك؟ كمل معايا حيت هادشي اللي غادي تشوف غادي يهرب لك ديال بصح. هاد الاشياء المجنونه كانت كلها مجموعه في هذا الموقع اللي الاسم ديالو مدمن الموت. اي حاجه دمويه، انتحار، حاجه كتخلع، شي واحد مقطع، كل شيء كاين في هذا الموقع. وماشي ضروري تصور شي حاجه باش تنشرها، عادي غتدخل لهذا الموقع كمشاهد، وتقدر انت الا بغيتي تبارطاجي شي حاجه في هذا الموقع كتكري كونت ديالك وكتجيب شي فيديو ولا تصويره وكتلوحها عادي، والناس كيدخلوا كيتفاعلوا معك. وكاينين الناس اللي بروفيسيونيل في هذا الموقع ومعروفين في هذا الموقع كيصوروا المحتوى بيديهم، ما كيجيبوش من بلاصه اخرى. ومن بين هاد الناس كان واحد الانسان تلقى واحد الشعبيه كبيره في هذا الموقع وسمى راسو ماستر. وكيف ما قلنا في الاول هو ان الفكره ديال هذا الموقع هو انك تنشر اي حاجه كتخلع واي حاجه مثيره للجدل. ولكن هاد خونا اللي سمى راسو ماستر كان كيبارطاجي المحتوى ديالو اكثر رعبا من الناس الاخرين. تخيل معايا انت اصلا انسان سايكوبات في عقلك، ماشي نورمال، كتدخل باش تفرج في شي حاجه ديال القتيل والدمايات وانت براسك تيخلعك داك المحتوى ديال هاد ماستر. وهذا دليل على ان هاد الانسان وهاد المختل اللي سمى راسو ماستر المحتوى اللي كان كيدير كان مرعب لواحد الدرجه ما كتصورهاش. ماستر في ذاك الوقت كان باغي يسرق الاضواء باي طريقه ممكنه ويدير البث في هذا الموقع، وفعلا داكشي اللي وقع. ولكن غادي نعطيكم واحد المعلومه بالخف ونكملوا القصه ديالنا. هذا الشخص اللي سمى راسو ماستر بدل الاسم ديالو وسمى راسو دكتور جلوفز، وجلوفز هما الليغات. والسبب اللي خلاه يسمي راسو بهذا الاسم هو انه في الفيديوهات ديالو كان كيهضر وهو داير واحد الليغات ديال العمليات الجراحيه. بعض المرات كيلبسهم بيضين وبعض المرات كيلبسهم في اللون الازرق، ونفس الشيء كينطبق على اللباس ديالو، يا اما ازرق يا اما ابيض. وديما كان كيبان في الفيديوهات داير واحد الماسك كحل، يعني ما معروفش في وجهه شكون هو. دابا تعرفنا على هذا الشخص وشنو كان كيحاول يدير، ودابا غادي تاخذ معايا واحد النفس عميق وغادي نتعمقوا في القصه ونشوفوا الرعب بعينينا ونعرفوا واش فعلا هذا المحتوى ديالو كيستاهل هذه الضجه هذه كامله ولا غير هضره خاويه. كما قلنا في الفتره ما بين سنه 2010 وسنه 2015 دكتور جلوز غادي ينشر اول سلسله ديالو، واول حاجه غادي ينشرها كانت فيها اجنه، الجمع ديال الجنين، كيشد هاد الاجنه وكيدير لهم التشريح وكيصورهم في فيديوهات. حتى الاطفال الصغار كان كيختطفهم وكيدير لهم نفس العمليه، تشريح وصور ولوح في الموقع. كان كيجبد الاعضاء ديال هاد الاطفال وكيلوح كل حاجه في بلاصه، القلب هنا، المصارن هنا، الكبد في هاد البلاصه. ومن بعد ما كمل التشريح ديال هاد الاطفال غادي يجيب مقله ديال الطياب وفيها 3 ديال المخوخه بشريه. كان باين ان دوك المخوخه اللي كاينين في ديك المقله ديال دراري صغار، ربما ديال هادوك النيت اللي دار لهم التشريح. ومن بعد غادي يختم السلسله ديالو بواحد الحركه اللي كان معروف بها واللي هي
لايك. وهاد الحركه ولا كيستعملها في اي سلسله جديده خرجها ولا في اي فيديو دارو، وكيف ما سمعتوا دار بزاف ديال السلاسل ماشي وحده ولا جوج، وكل ما لاح شي سلسله ولا شي فيديو مع عمر الفيديوهات ديالو كانوا كيتشابهوا، كل مره فكره جديده، لدرجه ان الناس اللي كيدخلوا لهذا الموقع اللي معروفين ديجا عندهم ميولات غريبه غادي يضرهم في خاطرهم هذا المحتوى هذا، لدرجه انهم سماوه مريض اكثر منهم هما اللي حتى هما مرض، وكيقولوا كيفاش هذا المختل قدر انه يصور هذا المحتوى ويديروا فيديوهات ويلوحوا بهذه الطريقه في هذا الموقع بكل برودة دم. هاد الناس بيناتهم بداو كيتسائلوا باش يعرفوا شكون هو هاد الشخص المختل اللي كيدير هاد المحتوى بهاد الطريقه، ما كان عندهم حتى شي دليل عليه، وما كانوش عارفينه فين كيصور هاد الفيديوهات، من بلاصه، من بلاد، واش في دار، واش في كوخ، واش في سبيطار، واش في حبس، حتى شي واحد ما عارف. من بعد مرور شويه ديال الوقت وبالضبط ما بين سنه 2014 وسنه 2015 غادي يرجع لينا دكتور غلوفز بواحد السلسله اللي سماها سلسله المشرحه. في هذه السلسله بان دكتور غلوفز في واحد الغرفه اللي كان باين انها غرفه عمليات، ولكن هذا المكان كان موثق ديالها بصح، وهادشي اللي خلى الناس يقولوا ان هذيك البلاصه ربما تكون في شي سبيطار مهجور، حيت مستحيل يكون مستشفى مازال في الخدمه ويكون موثق بديك الطريقه. في هذا الفيديو بان دكتور غلوفز كاينين معاه اطفال اللي ربما توفاو قبل ساعات او ايام قليله، وبدا كيدير نفس الشيء اللي دار في السلسله اللي قبل، في الجنب ديالو ادوات ديال التشريح وبدا كيقطع ويشلط في دوك الدراري الصغار وكيصور داكشي وكيلوحو كيف العاده. وقبل ما يسالي الفيديو كذلك الحركه اللي قلنا عليها في الاول واللي هي لايك، درجه في واحد اللقطه كان شاد واحد الجنين من العنق ديالو واليد الاخرى داير بها لايك. في واحد اللقطه اللي صورها في الفيديوهات ديالو باين كيلعب بالدراري الصغار وكانهم دميات، وفعلا هاد الدكتور غلوفز دار واحد الجدل كبير ووصل لديك الشهره اللي كان كيقلب عليها، كل شيء ولا كيهضر على دكتور غلوفز في العالم، لدرجه ان بزاف ديال الناس كانوا كيدخلوا لهذا الموقع في محاوله منهم باش يتعرفوا على هذا الشخص ويوقفوه. دكتور غلوفز غادي يحبس واحد الفتره قليله، ولكن من اللي رجع غادي يرجع بواحد السلسله اللي سماها الطفله والشفرات. في هذه السلسله غادي يبان دكتور غلوفز وكاينه معاه واحد البنت لابسه الغوز، وفي المحتوى اللي نشر كان باين انه شاد ديك البنت وكيتكرفس عليها بالضرب، كان كيخنقها وكيشدها من شعرها وكيشرط ليها في ظهرها، ومن بعد ما كمل هذا الشيء هذا كامل كيف ما العاده غادي يدير الحركه ديالو اللي هي لايك، لدرجه ان هذه الحركه هذه ولاو كيشوفوها المشاهدين ديالو كيعرفوا انها ولات بصمه الجوده ديالو. الناس اللي كيدخلوا لهذا الموقع اعترفوا قالوا اننا حنا ناس سايكو وماشي نورمال وكيعجبنا نتفرجوا في الدمعيات، ولكن هذا الشيء اللي كيدير هذا الشخص راه فات الحدود. قرروا انهم يديروا واحد التحقيق ويتعرفوا على شكون هو هذا الدكتور غلوفز، ولكن هذا الدكتور غلوفز كان حامي راسه، يعني صعيب التعرف عليه وصعيب تعرفوا فين كاين. في الفتره اللي الناس ملهيه في التحقيقات ديالها غادي يخرج لهم دكتور غلوفز بسلسله جديده اللي كانت اخطر من هذوك اللي قبل، وهذه السلسله كانت خلقات الرعب في المستعملين ديال هذا الموقع، لدرجه ان بزاف منهم قرروا انهم ما يبقاوش يدخلوا يتفرجوا في داكشي، لانهم بداو كيحسوا بالخوف وبداو كيتسائلوا واش هاد خونا اللي كيدير هاد الشيء هذا واش انسان عادي ولا شي حاجه واحده اخرى. الفيديوهات اللي لاح كانت كتخلع بواحد الطريقه ما تصورهاش، فيها تعذيب وتشريح وحتى ايذاء جسدي ونفسي، كل شيء كان موثق بالصوت والصوره، وعمرو ما نسى يدير الحركه اللي تشهر بها لايك كيف ما العاد. دقيقات بقات مستمره لهاد الناس هادو، كل واحد وشنو كان كيقول، كل واحد كان كيحاول يعرف فين يقدر يلقى هاد الشخص هذا وهاد المختل اللي كيدير محتوى وكيعذب الاطفال بهاد الطريقه. ولكن دكتور غلوفز دماغ وغادي يختفي فجاه، ما غيخلي لا فيديو لا صوت لا اثار لا حتى شي حاجه. الناس بداو كيتسائلوا واش تعتقل، واش مات، شنو وقع ليه، ياك ما بدل الاسم وبدا كيلوح فيديوهات تحت اسم اخر. حتى اليوم مازال ما عارفينش شكون هو هاد الدكتور غلوفز، واش تعتقل ولا مازال، وشكون هو وشنا هي الهويه ديالو. دكتور غلوفز دار بزاف ديال السلسلات وكل وحده وكان الاسم ديالها، وديما كان كيخلي الحركه ديالو في الفيديوهات اللي هي حركه لايك. بلا ما نزيد نطول عليكم الفيديو اكثر من هكا، كنتمنى ان القصه تكون عجباتكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين، كومونتير، لايك الفيديو باش نوصلوا لاكبر عدد ممكن ديال الناس. المحتوى ديالنا كيف ما قلنا في بدايه الفيديو كنديروا قصص، مواضيع مثيره للاهتمام وغرائب كتوقع في العالم، والا كان كيعجبك هذا النوع من المحتوى فانت في المكان المناسب، مرحبا بك معنا. هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.